السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هنتكلم عن افضل العاب لعبتها في 2023 سواء اونلاين او ستوري مود. وخلينا نبدا. بص بقى يا عزيزي، 2023 واحدة من أقوى السنين من ناحية الحصريات اللي نزلت فيها على كل المنصات، وتجربتي مع كل اللعب الأولى دي كانت بداية ليا كجيمر. أنا لسه بادئ كجيمر من 2019 تقريبا، بس بداية اللعب الأولى دي كانت لعبتها السنة دي، فهحاول على قد ما أقدر أخلي انطباعي يعني يكون دقيق جدا بقى، فاهم قصدي؟ اللي هو أدق التفاصيل. يلا بقى نبدأ، وهنبدأ بديد أيلاند 2. بص، أنا أول كلمة قلتها يعني لو بدأ الجيم بلاي في ديد أيلاند الخرا ده. ليه؟ لأن أنا شخص عاشق لفكرة الزومبي. أنا بعشق حاجه اسمها زومبي، بعشق الافلام والمسلسلات والالعاب اللي فيها فكره السرفايفل في عالم نهايه العالم بالزومبي. اللعبه دي ما فيهاش اي نوع من الجو ده حرفيا نهائي بقى، خصوصا لا لعب يعني لعب كتير قوي فيها فكره الزومبي دي، زي ريزدنت ايفل ودايز جون ودايز وايه تاني ولاست داي اون ايرث، واتفرجت على مسلسلات كتير زي ذا ووكينج ديد، ولعبت لعبه زي مثلا زي ايه تاني، لعبت لعب كتير. اللعبه دي مش شبههم، اللعبه دي عباره عن يعني قصه سخيفه قوي، حرفيا قصه سخيفه جدا جدا يعني، وتكمله الاحداث اللي نزلت قبل كده اللي في الجزء الاول، وما حسيتش ان هي بتديك ثمنها. يعني دي لعبه $70، فين الفكره؟ عمال تعمل لي اسلحه ملهاش اي 33 لازمه، بمشي اقتل في الزومبي بس. فين بقى المتعه؟ فين يعني فين بجد فين؟ بس عشان ما نكرش، الزومبي حلوين جدا كذكاء اصطناعي، اللي هو فكره الموب يعني ذكاء اصطناعي جامد جدا، والفكره بتاعت انك لما تضربه باي ضربه تعلم فيه. يعني مثلا لو ضربته قسمته نصين، ممكن هو يعني نص يقع على الارض ونص تاني يفضل يتحرك، فالفكره دي عجبتني قوي يعني زي البوفس. بص عايز، انا عارف ان انا قلت افضل العاب، بس اللعبه دي واخده تقييمات عاليه جدا بجد، تقييمات عاليه جدا، فقلت خلاص طالما هي كويسه بالنسبه للناس هقولها، فاهم؟ فقلت الحسنات اللي كانت بالنسبه لي تمام والمساوئ، بس انا مساوئ كتير، وخصوصا اللعبه كمان ما فيهاش تعذيب، وانا الموضوع ده بيفرق معايا قوي، لان انا لو هلعب لعبه زومبي انا عايز استمتع جدا بالقصه، هي قصتها سخيفه فاهم؟ فاللعبه دي لو انت بتحب فكره سرفايف في عالم الزومبي اللعبه دي مش بتاعتك. لو انت عايز تخش تقتل وبس فاللعبه دي بتاعتك، اللي هو تقتل في الزومبي وبس. فانا بصراحه يعني بصراحه تقييم الديد ايلاند هو 5 من 10. اللعبه ما عجبتنيش جدا، من تقييم شخصي ليا. لو اللعبه عجباك فيعني فاختلاف الراي لا يفسد الود قضيه نهائي. زائد بفكرك تعمل اشتراك عشان فاضل لي شويه على 500 مشترك، ونفسي قوي اوصل لهم قبل اخر السنه، نفسي اوصل لهم قبل اخر السنه يا جدعان. هلب اخوكم. ونروح للي بعده. بصراحه اللي بعده مش لعبه، هو تحديث عظيم بجد، اعظم تحديث انا شفته اللعبه، وهو سايبر بانك فانتوم. سايبر بانك فانتوم هو حولها من لعبه للعبه تانية خالص. ده التفسير العلمي الوحيد اللي حصل، ومن دون اي مبالغه ده التفسير العلمي الوحيد اللي حصل. ليه؟ عشان فانتوم مش عباره عن شويه اسلحه جديده او مابا وسعت، لا، فانتوم عباره عن تحديث على كل شيء حرفيا، من اول واجهه اللعبه للجرافيك للاصوات والموسيقى، الباك جراوند لصوت الافكتات، الحركه والاسلوب، ومنظومه الكامله للعبه، ومنظومه الشرطه اللي كانت متخلفه جدا وعبيطه بس دلوقتي بقت حرفيا رهيبه، بقت شبه بتاعت جي تي اي 5 كده شويه يعني، اللي هي فكره النجوم اللي بعدها بينزل لك الجيش. بس الفرق هنا ان مش بينزل لك الجيش، هنا بينزل لك الماكس تاك، ودول اقوى قوه خاصه في عالم سايبر بانك، وكانوا طلعوا في المشهد ده في الانمي. يعني اظن المشهد كافي انه فهمك ان دول عاملين ازاي. في اللعبه بقى دول لما كانوا بينزلوا كنت انا قلبي بيتقبض وبيتعصب من كتر الخضه. بس بص، انا حبيت قوي فكره عالم سايبر بانك، وتعلقت جدا بالقصه، خصوصا القصه بتاعت فانتوم اللي هي الجديده. المطورين كانت بجد فكره ابداعيه رائعه منهم عشان اللعبه ما تموتش بالساهل، وكان نفسي لو في سايبر بانك اونلاين زي جي تي اي اونلاين. ولو هقيم بصراحه فانا هديها 9 من 10 عشان جهازي كان بيتهان، يعني بجد الجهاز كان بيتهان وانا بلعبها، كنت بلعبها على ميديم بالعافيه، مش مهم كل يوم عشان سايبر بانك. نروح للي بعده، وهي فار لايت 84 مش هقولها بالانجليزي. بص من الاخر دي بابجي بس من غير بيض. يعني لو زهقت من بابجي او بتكره بابجي بس عايز حاجه كده باتل رويال سهله جهازك يستحملها، دي ليك. عامله زي ايبكس كده، كل شخصيه عندها سكيلات تساعدها، بس سكيلات عاديه مش اللي هي الخارقه، لا، حاجه كده تساعدها في نص الفايت. لعبه بجرافيك حلو واسلوب لعب مميز برضك، وشخصيات حلوه جدا، مش بيعتمد غير على الايم، مش زي بابجي كمبره وعبط وفريمات وساحه وحوارات كتير كده انا ما اعرفهاش. بس بابجي حاجه كده من 2020، حاجه قرف بالنسبه لي كده. ساعه لما نزلت بابجي دي كانت حاجه قرف، ولا حبيتها، وجربت احولها العبها كتير قوي ما حبيتهاش، وكنتش فاهم ليه طالعه كده في دماغ الناس، اللي هو انا مش قادر افهم ليه الناس حبيتها. بس اللعبه دي جامده قوي، وتجربتي معاها كانت كويسه جدا كمان، عشان اتعلمت الايم وايم اتحسن كتير من ساعه ما لعبتها. واللعبه جميله من كل النواحي، سواء اسلوب نزولك للجيم او الماب والشخصيات اللي فيها والاسلحه. انا شايف فار لايت النسخه اللايت من ايبكس. حلوه دي.
ما علينا ما علينا، انا شايفها لعبه حلوه جدا وتقييمي ليها 8 من 10 عشان لازم يكون في اسلحه كتير. في سلاح طلقه واحده طلقه واحده كفيله انها مش ترجعك البيزا، تخليك تقفل الجهاز يعني فاهم. لا طلقه واحده كده تلاقي الجهاز طرشه في وشك، وده عبط، ده عبط بجد. فكره البالانس في الالعاب بقت نادره لما تشوفها، بس ما علينا يعني فاهم. لعبه حلوه تلعبها تروق دماغك تروق اعصابك تستمتع بيها تلاقي اصحاب فيها. بص لعبه حلوه جدا يعني. ويلا نروح على اللي بعده، بس بفكرك تعمل اشتراك ولايك. انت طالما وصلت للمرحله دي يبقى انت بتحبني، لو حبيتني يبقى الاشتراك واللايك ده حاجه انا احبك بسبب. ونروح للي بعده وهي تورش لايت انفينيتي. بص من الاخر تورش لايت زي ديابلو بالظبط، يعني لو انت بتحب العاب البي في اي هتحب اللعبه دي. اللعبه دي يعني لعبتها في 2020 لما كانت بيتا، وكان فيها 3 شخصيات، بس دلوقتي الله اكبر فيها ولا 8 تقريبا. وهي عباره عن ستوري مود وبتمشي ورا احداث القصه اللي هي حلوه بصراحه، وبتتطور مع نفسها وانت كمان بتتطور معاها. وغير كده ان كل فتره يعني تقريبا كل شهر بينزل ابديت بيكبر برضك القصه وبيوسع لك محتوى اللعبه اكتر واكتر. فانا شايف ان اللعبه حلوه جدا وما تزهقش منها لو انت بتحب العاب البي في اي فاهم. اللعبه حلوه من ناحيه البي في اي، تفضل تلعب وتخلص معرفش ايه تلعب وتخلص، الموضوع ممتع ومسلي بالنسبه للعبه من النوع ده. ولعبه حلوه جدا بجرافيك حلو جدا بشخصيات حلوه جدا، وفي تنوع في الاسلحه وفي تنوع في السكيلات وفي تنوع في الموارد وفي تنوع في البوستات وفي تنوع في المخلوقات اللي فيها والاماكن والاوبن وورلد. بس انا مشكلتي مع تورش لايت حاجه واحده بس، انها ما فيهاش مالتي بلاير، ما فيهاش اي نوع من المالتي بلاير. انت اللعبه دي لوحدك بس اسطمبه الون فاهم. طالما هتلعبها خلاص لونلي، تبقى لونلي فيها للابد يعني. يا جدعان طب اخلص القصه يا صاحبي طب لا. طب يا جماعه كلمتكم كذا مره في الموضوع ده هنشوف. طب يا جماعه اللعبه حلوه والله لو عملتوا كده هتبقى احلى بكتير. ماشي الله. فانا بالنسبه لي بصراحه يعني الحوار ده قفل لي قوي قوي منها، فبطلت العبها من ساعتها لان انا مش عايز العب لعبه زي دي لوحدي. لعبه ممتعه جدا جدا لو كنت بتخلص القصه دي انت واحد صاحبك، هتبقى حاجه كده بص مفيش زيها، وكانت هتضرب وبص كانت هتتشير قوي. المهم يعني تقييمي ليها بسبب الحوار ده هو 7 من 10 لان الحوار ده قفلني بجد قفلني. بس غير كده اللعبه ما فيهاش اي غلطه، واي جهاز شغاله على فكره. اللعبه مش محتاجه اي حاجه عاليه، انا كنت بلعب على 60 فريم من غير كارت شاشه، ولما جبت كارت الشاشه كنت بلعب على 120 فريم، فالموضوع حلو يعني. ونروح للي بعده، واللي بعده هي لعبه وورلاندر، ودي بقى لسه عارفها من وقت السكريبت ده ب3 ايام. تجربتي معاها حلوه جدا، عباره عن لعبه موبا بس في العصور الوسطى، جو سيوف وصحراء وكده، حاجه كده يعني اكشن فانتازيا. اللعبه طول فتره الجيم في حركه وفايت وجامده فشخ، وانصح اي حد زهق من العاب الموبا العاديه يلعبها. اللعبه فتره يعني تجربتي معاها ما خلتنيش اعرف هل في سلبيات وحشه قوي ولا لا، بس اللعبه حلوه قوي وعجبتني جدا، وتغيير لفكره الموبا المعتاده، والفكره عجبتني قوي. فكرتني بالعاب زي فور هونر والعاب السولز بس جرافيك كرتوني شويه، والفكره بتاعتها عباره عن فريق بيحمل قلعه وفريق بيهاجم عليها. دي فكره معتاده في حاجات كتير بس ما علينا يعني. مش هقيمها بصراحه عشان لسه ما اعرفش كل حاجه عنها، بس اللعبه عجبتني فقلت احطها. والمهم يا عزيزي دي احسن لعبه انا جربتها في 2023. في لعب اكيد نزلت تانية بس انا ما حبيتش انا اتكلم عليها ان دي اللعب اللي عجبتني. ولو انت عندك لعبه عايز نجربها او حاجه اكتب لي اسمها في الكومنتات وعيني اجربها. بس كل اللي عايزه منك انك تقدرني باللايك والاشتراك عشان فعلا نفسي اوصل 500 مشتركه من اخر السنه دي، وعشان ان شاء الله ربنا يكرمني وفتحه السنه الجديده تبقى يعني كريمه عليا وكده، وابدا كده الواحد يكسب من القناه، عشان عايز اطور الجهاز اكتر وعايز اشتري لعب اكتر وعايز اجرب حاجات كتير وعايز اطور من محتوى القناه اكتر واكتر كمان. وكل ده ان شاء الله مش هيحصل غير بربنا ثم انتم. بس عايز تعجبك الفيديو لايك والاشتراك، ولا اللقاء.